السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو بتاعنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن وجبة سريعة اسمها وجبة المستعجلين. احنا النهاردة ما كانش عندنا وقت خالص، جايين من بره فاشترينا فرخة زي ما حضراتكم شايفين كده. خدنا منها نص الفرخة سلقناه، وعملنا زي ما حضراتكم شايفين ملوخية، وعملنا كمان منها شوربة لسان العصفور على شعرية، علشان طبعا الأولاد اللي راجعين من بره. وقطعنا خيار وقطعنا طماطم، وعملنا بسم الله ما شاء الله سلطة مايونيز على المستردة، لان بتبقى سعراتها الحرارية قليلة شوية، فعملناها للأولاد علشان بيحبوها مع البانيه. والبانيه ده يا جماعة تكملة الفرخة بتاعتنا. كل واحد هياكل الحاجة اللي بيحبها. وعلى فكرة الملوخية دي كمان مش دي فروزن، فايه عملناها برضو بسرعة، ولسه هنكمل ان شاء الله في طريقة العمل هوريها لكم بتتعمل ازاي. لازم الاول نحطها في شوربة تسيح. يا ريت الوجبة بتاعتنا النهاردة السريعة دي تعجبكم وتنول اعجاب حضراتكم. ويا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الوجبة بتاعت النص ساعة دي ازاي. يلا بينا يا حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. تعالوا بقى نشوف اكلة المستعجلين اللي انا بقول لكم عليها عملناها ازاي. بصوا يا حبايبي، لسه بقى راجعين من بره، فجبنا فرخة وقطعناها زي ما انتم شايفين كده، وسلقنا منها جزء الاوراق، وعملنا الصدور بانيه بسرعة كده واحنا واقفين. وكمان طلعنا كيس ملوخية من الفريزر، الملوخية المجمدة. في نوعين حلوين في السوق، في بسمة وفي جفريكس برضو حلوة جدا. معندناش بقى وقت نخرط والحاجات اللي انتوا عارفينها دي لسه جايين. فحطيناها في الشوربة يا دوبك بمجرد ما الشوربة غليت بتاعة الفراخ، على طول خدت منها الملوخية. وكمان ايه يعني الحمد لله ان احنا عندنا توم كمان مفرزن، خدنا منه نحضر. يعني زي ما انتم شايفين كده هنحضر الطشه بتاعتنا اهو بسرعه قبل ايه ما الولاد ما يجوا من المدرسه. وكمان عملنا لسان العصفور على شعريه زي ما حضراتكم شايفين كده. يا جماعه ست البيت الشاطره ما بيقفش قصادها اي حاجه. شايفين ده ايه؟ شويه لسان عصفور كانوا عندنا على معلقتين شعريه، عملناهم علشان اللي يحب يشرب شوربه لسان العصفور. تمام، يبقى احنا كده جهزنا كل حاجه. ادي الطشه بتاعتنا اهي خلاص داخله على الثوم اصفر. هنحط بقى كزبره، لان مش بنحط الكزبره من الاول عشان ما تمررش. اهي يا جماعه طشينا الملوخيه، ما اقولكوش على ريحتها عامله ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين خضره ازاي؟ ولا تقولوا لي بقى مخروطه ولا تقولوا لي ايه لسه جايبينها من السوق. اهي ما خدتش بالظبط 10 دقايق هي والفرخه واللسان العصفور. وهوريكم برضو البانيه اللي احنا عاملينه برضو بعد ما نطلعه من الاير فراير. خليكم معايا. وادي اهو كمان البانيه بتاعنا اللي احنا مقطعينه من نفس الفرخه. خدنا صدر وقطعناه بانيه، لان في ناس هياكلوا الاوراق كده وفي ناس هياكلوا البانيه. يا ريت يا حبايبي اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت الفيديو السريع ده يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.